يا مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بقناتي مطبخ أم مرام. اليوم راح أعمل معكم كعك العيد أو كعك اليانسون، من الوصفات اللي تنعمل بالعيد وبكل الأوقات وخصوصا بالشتاء. فيلا نعمله خطوة بخطوة مع بعض. راح أضيف 2 كيلو طحين. أنا الطحين اللي عم أستخدمه طحين متعدد الاستخدام. عندي هون شمرة ويانسون مطحونين مع بعض. بضيف كمية وفيرة، أنا هون أضفت 4 معالق. بضيف حوالي معلقتين عصفر ومعلقتين حبة البركة ورشة بيكنج باودر. وهون فينا نتحكم بالمكونات حسب الرغبة. رح أخلط المكونات الناشفة مع بعض لحتى ينخلطوا بشكل منيح، ورح أبدأ أضيف السمنة. هون أنا عندي مقدار سمنة ومقدار زيت. أنا بضيف لكل 5 مقادير طحين مقدار سمنة ومقدار زيت. هون رح أخلط السمنة والزيت مع الطحين والمكونات التانية، ورح أضيف مقدار سكر ومقدار مي. رح دوب المي مع السكر وأضيفهم فوق الخليط. رح أحرك المي مع السكر لحتى يدوب، وبس داب معي رح أضيفه فوق المكونات التانية. وهون بضيف المي والسكر وأبدأ أعجن العجينة لحتى تتجانس معي وتصير طرية وتتماسك مع بعضها. وأنا عم بعجن إذا حسيت العجينة ناشفة ببل إيديني بالمي. وهيك بعد ما عجنت العجينة لمدة 10 دقايق صارت معي طرية بهالشكل هذا. وهون رح أبدأ أشكل العجينة. رح أخذ قسم صغير من العجينة وأفرده على شكل رول، وأسكر الأطراف وأساويه على شكل دوائر أو حلقات. هو التشكيل جدا بسيط بهذا الشكل. وهيك رح أشكل كل الكمية على شكل حلقات أو دوائر بهذا الشكل. وبعد ما شكلت كل الكمية صار وقت الخبز. رح أدخل الصينية على درجة حرارة 180. أنا مشغلة الفرن من فوق ومن تحت. رح ياخدوا معي حوالي 10 دقايق. وهيك بعد 10 دقايق بالفرن طلعوا معي بهذا الشكل مشقرين ومستويين بشكل كتير منيح. وهيك بيكونوا اخذين لون من فوق ومن تحت نفس اللون وكلهم بدرجة لون واحدة. وهيك بتكون طلعت معي نتيجة جدا طيبة وشهية. عن جد كعك العيد من أطيب الوصفات اللي ممكن تجربوها. فبتمنى منكم إذا جربتوا الوصفة تكتبولي بالتعليقات. وهيك بيكون فيديوي لليوم خالص. بتمنى دعمي باللايك والشير والاشتراك، وتابعوني في فيديوهات جديدة على قناتي، وإن شاء الله تضلوا بخير وصحة ومع السلامة.